مساء الخير. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلاش. معنا مجموعة من الأخبار عن فنانينا وفناناتنا وكمان مجموعة من التقارير. كل ده وأكتر في حلقة جديدة من فلاش، ولكن بعد الفاصل. بعد الغزارة في الإنتاج اللي احنا شفناها فيما يتعلق بالمسلسلات التلفزيونية في موسم رمضان، بدأ موسم العيد بأول أيام عيد الفطر المبارك كموسم سينمائي ضم عدد هزيل جدا من الأفلام. يا ترى الجمهور أقبلوا على شاشات السينما ودور العرض السينمائي ولا لأ؟ وكان إيه رجع الصدى وكان إيه الفيدباك بتاعهم؟ وكانوا مبسوطين من أفلام العيد ولا كان ليهم اعتراضات كتيرة جدا؟ طبعا احنا عارفين إن الموسم السينمائي هيستمر لغاية العيد الكبير وربما كمان لبداية موسم الشتاء. يا ترى رأي جمهورنا ايه في افلام العيد السنة دي؟ انا دخلت فيلم محمد سعد اللي هو بتاع تك تك بوم. هو فيلم عجبني عشان بيحكي عن قصه حقيقيه في وقت الثوره، حكايه البلطجيه وقد ايه الشعب المصري يعني وقف قدام البلطجيه مع بعضه، وقد ايه ان في ناس جدعان في الشوارع المصريه. وفي الوقت ده هو برده كان في بلطجيه يعني ايه بيحاولوا يفسدوا الحكايه دي، كانوا بقى بين الشرطه وبين الشعب، ويعني يخلوا الناس اللي بتوع اللجان الشعبيه اللي بتحمي المنازل وبتحمي الشعب المصري هم اللي يخشوا السجون ويعملوا مشاكل بينهم وبين الشرطه. انا بحب سعد الصغير فقلت اخش فيلم يعني. انا بحب اولا سعد الصغير وكمان بحب الافلام الكوميدي. هو بوم بوم